إيه الأحسن، آخر 10 أيام في رمضان والّا أول 10 أيام في ذي الحجة؟ جميل يا أخويا. طيب بُص عشان نجاوب على سؤالك الأول عايزين نعرف الفرق بين اليوم والليلة. اليوم المقصود بيه اليوم كله على بعضه اللي هم ال24 ساعة تمام كده؟ لكن الليلة في أي يوم تبدأ من المغرب للفجر. طب بالنسبة بقى لل10 الأوائل من ذي الحجة، هي أفضل كأيام، اليوم كله على بعضه هو أفضل أيام الدنيا، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل أيام الدنيا أيام ال10 اللي هي 10 الأوائل من ذي الحجة، أفضل أيام في الدنيا كلها، متخيل؟ طب بالنسبة لل10 الأواخر من رمضان، هي أفضل كليالي. يبقى كده 10 ذي الحجة هي أفضل كأيام اليوم كله على بعضه، وال10 الأواخر من رمضان هي أفضل كليالي. طب العاقل بقى يحرص على إيه؟ يحرص على دول ودول، ويجتهد هنا ويجتهد هنا. طب هي أفضل أيام أصلًا من حيث إيه؟ أفضل أيام من حيث الأجر والثواب. يوم القيامة هتلاقي ميزان حسناتك في الأيام دي مختلف عن أي أيام تانية. وهي برضه أفضل أيام بحيث إن دي أكتر أيام ربنا يحب فيها العمل الصالح. دي أكتر أيام ربنا يحب فيها الطاعة مننا. وخلي بالك إن 10 ذي الحجة مختلف عن ال10 الأواخر من رمضان. ال10 الأواخر من رمضان كل الناس صايمة، معظم الناس بتتصدق، باحس كده بتشجيع، باحس الناس كلها مجتهدة فباجتهد زيهم. لكن ال10 ذي الحجة باحس الناس أصلًا معظمها فترة، معظمها مش حاسة أصلًا بالأيام دي ولا عارفة عظمتها ولا عارفة مكانتها، هي اختبار صدق من الله واختبار حُب بيظهر فيها الناس اللي تحب ربنا فعلًا. تاني حاجة خلّي بالك إحنا في العشر الأواخر من رمضان بنجتهد عشان خاطر نُعتق من النار، نفوز بليلة القدر. طب في العشر الأوائل من ذي الحجة إحنا بنجتهد عشان نوصل لحُب ربنا، وده أعظم حاجة في الدنيا كلها. أنا ربنا لو حبّني أقسم بالله ما عاوز حاجة تاني. اللهم إنا نسألك حُبك وحُب من يحبك وحُب كل عمل يقربنا إلى حُبك.